كآبة المقاومة للكاتب المجري لازالو كاراسانا هوركاي الحاصل على جائزة نوبل لسنة 2025. من أصعب الروايات اللي قريتها الحقيقة، وترتني مانيش عارفة عجبتني ولا. تحكي على بلدة صغيرة في المجر معزولة، تعيش سلسلة أحداث غامضة وقت وصل سيرك يعرض حوت عملاق. تخيل بلدة لا فيها حتى بحيرة ويصل لها حوت، الشيء الذي أثار شائعات وخلق حالة من الذعر والفوضى بين السكان. يتجول بنا بطل الرواية فلوسكا في المدينة، يتأمل السيرك ويتنقل بنا من ساحة إلى ساحة، من مشهد إلى مشهد، يصف لنا الوقائع والاضطرابات النفسية اللي عاشتها البلدة بوصول هذا السيرك، وهي إشارة إلى الاضطرابات التي يعيشها العالم. أسلوب الرواية يجمع بين الواقع والخيال والعجيب والغامض، في برشا رمزية. فالرواية تنقل الحالة السياسية والاجتماعية والأفكار السائدة. الرواية صدرت سنة 1989 وقت اللي كان المجر يعيش انغلاق تام نتيجة الحكم الشيوعي آنذاك. كتبت الرواية بجمل طويلة جدا تخليك تقرأ بنهم جديد. رواية صعبة. حبيت لهنا نشكر المترجم الحارث النبهان. قراءة ممتعة.